أن نتلو عليكم بيان الجبهة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجبهة الإسلامية الوطنية، بيان ناصح من فقه الشريعة ومعرفة الواقع. الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والصلاة والسلام على نبينا الكريم القائل: الراحمون يرحمهم الرحمن. وبعد، لا يشك أي منصف في أن الذي قام بهذه الثورة بتوفيق من الله هو هذا الشباب الطاهر الذي ينتمي إلى مصر ويعتز بدينه، رافضا الذل والهوان وكافة أشكال العبودية لغير الله تعالى، وبذل في ذلك من التضحيات ما أصبح محل فخر وإعجاب ومضرب للأمثال على مستوى العالم، فقدم ولا يزال يقدم حتى الآن الشهداء والمصابين والمعتقلين. فلا نملك إلا أن نقول لهم: جزاكم الله عنا وعن الشعب المصري خير الجزاء. ولا يخفى على أي أحد أن بعد هذه التضحيات التي قدمها هذا الشباب قد تسلق على أكتافهم وجثث شهدائهم جماعة الإخوان لتصل إلى حكم مصر، لتفعل بها ما لم يستطع أعداؤها فعله من نشر للفتن وتقسيم لشعبها إلى مقربين من أهل وعشيرة ومبعدين ممن لا ينتمون إلى هؤلاء الأهل وإلى هذه العشيرة. كما لا يخفى على أي أحد ما قامت به هذه الجماعة من ظلم فاحش لأصحاب الثورة من الشباب، فقد قامت بقتل البعض وحبس البعض الآخر، كما قامت بالعبث بمقدرات مصر وثرواتها والنيل من مكانة مصر وهيبتها على المستوى الدولي. كما قامت هذه الجماعة بسلوكها السيء والمخالف لتعاليم هذا الدين السمح الحنيف، بتقديم صورة سيئة لهذا الدين، ووضعت كل من ينتمي لهذا الدين موضع التهمة والازدراء، وكفى بهذا أن يكون عارا يلازمها حتى تعود إلى رشدها وتتوب عن غيها، أو ينالها ما نال غيرها من الظالمين. لذلك فإن الجبهة الإسلامية تقدم اعتذارها للشعب المصري عما وقع فيه كثير من أعضائها ومن غيرهم من أخطاء باتباع مخطط جماعة الإخوان في الفترة السابقة لحسن ظننا بهم وبنواياهم، وعندما تكشف لنا كغيرنا من الشعب المصري الكذب والغش والتدليس والخداع والانتهازية الدينية والاستعلاء من قبل الإخوان تحت مصطلحات تحمل في ظاهرها الحق ولكن يراد بها الباطل، وبعد أن تأكدنا أن هذه الجماعة تعلو بمصلحتها فوق مصلحة الوطن، وأن ولاءها ليس للوطن، وأنها قد أضرت ضررا بالغا بصورة الإسلام الصحيحة مما يعرض البلاد والعباد إلى الهلاك، وإيمانا منا بوجوب الصدع بالحق وكشف الزيف والباطل، نعلن نحن الجبهة الإسلامية الوطنية الآتي: عقيدتنا عقيدة وسطية تنبع من الكتاب وصحيح السنة بفهم المعتدلين من علماء الأمة، لا إفراط ولا تفريط. نحن مجموعة من أبناء هذا الوطن، ولا ننتمي لأي جماعة أو حزب، ونرفض تقسيم المصريين إلى طوائف على أساس ديني أو عرقي. كما نؤكد أن محمد مرسي عيسى العياط فاقد للشرعية وليس رئيسا لمصر ولا بديل لرحيله ومحاكمته على جرائمه
كما سيحاكم النظام السابق سواء بسواء.